السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة هنعمل كفتة بطريقة سهلة متاخدش وقت خالص. قطعت بصلتين وبقدونس وفلفل الوان وفلفل اخضر حامي. مش حابة تحطيه حامي حطيه بارد، بس بيديها طعم حلو قوي مع البقدونس. وحطيت ملح وفلفل اسمر. بقلب بقى كده الحاجات كويس. بعد كده هحط اللحمة عليها واقلبها كويس. لازم تقلبي اللحمة كويس عشان ما تفكش معاكي، يعني لما تيجي تصبعيها وتحطيها في الحله لما تيجي تستوي هتلاقيها فككت معاكي، فلازم تقلبيها كويس مع الخضره دي كلها. عشان ما تفكش معاكي. واللحمه يا ريت تبقى سمينه شويه، يعني ما تروحي عند الجزار يعني ما تخلوش يحطلك حمرا خالص. حته الدهن اللي بيحطها كده مع الفرم اللحمه بتديها طعم حلو قوي. يعني اللحمه ما تبقى فيها حته سمينه غير لما تبقى حمرا خالص. ما بتاخدش وقت خالص، ما شاء الله كان طعمها حلو. والفلفل الالوان بيديها طعم حلو قوي مع البقدونس. هصبعها بقى بالطريقه دي واوطي عليها النار خالص وتستوي براحتها، يعني متنضيفيش عليها ميه ولا اي حاجه، انتي توطي عليها النار وهي هتستوي لوحدها. انا كلامي البنات اللي لسه بتتعلم، عشان احنا يعني كلنا عارفين بنسوي الكفته ازاي والاكل ازاي، بس انا بكلم حبايبي اللي لسه بيتعلموا. واخواتي وحبايبي بقى اللي بيتابعوني، لو حابين الفيديوهات تطول عن كده قولولي، حابينها قصيره كده برضو قولولي. كده خلاص خلصتها، والفلفل الالوان بس هاتيها شكل حلو ازاي. هوطي بقى النار عليها واسيبها تستوى. ما بتاخدش وقت خالص. بس يبقى لو انت جايباها يعني سمينه شويه بيبقى فيها اقدام، انا بحب ايه يعني، انا كده مش بحمرها قوي، يعني بحب احمرها اكتر من كده بالاقدام بتاعها بيديها طعم حلو قوي. ما فيهاش اقدام ممكن تحط لها معلقتين زيت او سمنه بيديها برضو طعم حلو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.